التفسير الموضوعي لكتاب الله، برنامج يعده ويقدمه دكتور عبد الخالق محمد عبد الوهاب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم في مستهل حلقة اليوم، وأرحب معكم بضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الجواد محمد طبق، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. والحوار يدور مع فضيلته حول موضوع الإيمان والمؤمنون في البيان القرآني. وفي نداء آخر للمؤمنين في سورة الأنفال يقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فضيلة الدكتور، كيف تكون الاستجابة لله والرسول؟ وما المقصود بالحياة في قوله سبحانه إذا دعاكم لما يحييكم؟ وكيف يحول الله سبحانه وتعالى بين المرء وقلبه؟ وسر التقديم في قوله سبحانه في ختام الآية الكريمة واعلموا أنكم إليه تحشرون. فضيلة الدكتور عبد الجواد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وبعد، فتكون الاستجابة لله وللرسول بالطاعة في كل أمر أو نهي. نعم. لأن هذه الاستجابة فيها حياة النفوس والقلوب. نعم. أو الاستجابة لكل أوامر ونواهي الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. قال قتادة: هو القرآن الكريم فيه الحياة والثقة والنجاة والعصمة في الدنيا والآخرة. نعم. وكذلك الاستجابة لكل ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه. نعم. مما لم يرد في القرآن الكريم. ولذلك نجد تكرار اللام في قوله سبحانه في الآية الكريمة: استجيبوا لله وللرسول، لأن هناك أمورا كثيرة وردت في السنة المطهرة أمرا أو نهيا ولم ترد في القرآن الكريم، فلا تكتمل الاستجابة المطلوبة إلا بالالتزام بما ورد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة أيضا. نعم. ولهذا كررت اللام في قوله سبحانه وللرسول. وأما قوله سبحانه إذا دعاكم لما يحييكم، فالمراد به الإيمان الصادق الذي تحيا به النفوس. وقال قتادة: هو القرآن الكريم فيه الحياة والثقة والنجدة والعصمة في الدنيا والآخرة. نعم. وأما قوله سبحانه واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فيعني أنه تعالى المتصرف في جميع الأشياء. نعم. يصرف القلوب كيف يشاء بما لا يقدر عليه إلا هو، فيقوي عزائمه ويغير مقاصده. نعم. ويلهمه رشده أو يزيغ قلبه عن الصراط المستقيم. وورد في الحديث الشريف: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى يحول بين المرء وقلبه: يحول بين المؤمن والكفر
وبين الكافر والإيمان. نعم. قال أبو حيان: وفي ذلك حض على المراقبة والخوف من الله تعالى والمبادرة إلى الاستجابة له جل وعلا. نعم. وأما قوله سبحانه في ختام الآية الكريمة: وأنه إليه تحشرون، فهو بمعنى وأنه سبحانه إليه مرجعكم ومصيركم فيجازيكم على أعمالكم. نعم. والملاحظ في هذا التعبير تقديم ما حقه التأخير في قوله سبحانه إليه تحشرون لإفادة القصر، أي قصر حشر الخلق جميعا يوم القيامة إلى الله سبحانه وتعالى دون سواه. فلا يظن أحد أنه يمكن أن يفلت من هذا الحشر، فلا يحاسب على أعماله الصالحة أو الطالحة. فضيلة الدكتور، في نداء آخر للمؤمنين يقول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فكيف تكون الخيانة لله تبارك وتعالى وخيانة الرسول صلى الله عليه وسلم وخيانة الأمانات؟ وماذا أفاد قوله سبحانه في ختام الآية الكريمة وأنتم تعلمون؟ نعم. خيانة الله والرسول نعم تكون بالخيانة في الدين، أي لا تخونوا دينكم ورسولكم بإطلاع المشركين على أسرار المؤمنين. نعم. أما خيانة الأمانات فتتعلق بما ائتمن الله المؤمنين عليه من التكاليف الشرعية، وذلك على نحو ما قال سبحانه: